قبل سنين يسيرة أنزل الردف هنا حديقة الردف وألقى شباب جالسين 6 شباب جالسين، واحد منهم ماسك لي المعسل قاعد يعسل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شباب تسمحوا لنا؟ قال تفضل. من أدبهم ومن حبهم للخير وأهل الخير قالوا تفضل. جلس معهم ذكرتهم بالله عز وجل، ذكرتهم بالله عز وجل. قلت يا شباب إلى متى؟ إلى متى؟ والله العظيم أحد لقى راحة سعادة في طريق الذنوب والمعاصي قولوا لنا، إذا لقيتوا راحة سعادة كلمونا. تكلمت معهم بهذا الكلام يا إخوان. بعد ما انتهيت من كلمتي مع الشباب قام هذا الشاب اللي كان ماسك لي المعسل يعسل. اسمع، قال يا شيخ والله العظيم عارف إني غلط في غلط، والله إني أكلمك وأنا طفشان زهقان مليت من الذنوب والمعاصي، والله العظيم يا شيخ أبغى أتطوع اليوم قبل بكرة. قعدت أتكلم معاه قلت له دام ودك وش ردك؟ ليش ما تستقيم؟ ليش ما تقبل على الله عز وجل؟ تكلمت مع هذا الشاب انتهيت من الكلام. قلت يا شباب بعد إذنكم أنا استأذنكم، لكن قبل ما أمشي أبى أجيب أشرطة من السيارة أوزعها عليكم وأمشي. قام هذا الولد قال يا شيخ أنا أجي أخذها منك، والله جاء معي لعند باب السيارة. قلت له يا فلان تكفى، دام إنك عارف إنك غلطان، دام إنك طفشان مليت من حياة الذنوب والمعاصي، ليش ما ترجع إلى الله؟ زينها مع الله تزين، زبطها مع الله تزبط. يا فلان أقبل على الله يقبل عليك، بدل سيئاتك إلى حسنات. يا فلان قد تتوب اليوم تموت بكرة. والله الذي لا إله إلا هو ما أدري كيف طلعت هذه الكلمة من فمي. قال لي والله إني تايب. عطيته الأشرطة ومشيت. تفارقنا الساعة 3 الفجر، والذي نفسي بيده والذي يرى مكاننا ويعلم كلامنا، والله الذي لا إله إلا هو هذا الشاب مات بعد 14 ساعة في حادث سيارة. والذي نفسي بيده يقول لي ولد عمه والله طلعنا الشريط اللي اعطت اياه من مسجل السيارة في ذاك اليوم. نزلنا مكة قبل صلاة الفجر، جينا نبغى ننام، قال والله ما حد ينام، نصلي الفجر في جماعة وبعدين ننام. نقلوه مغسلة المهاجرين في مكة، غسلها المغسل، طلع لأبوه وأخوانه وهم يبكون في دكة الغسيل. قال لهم تبكون؟ والله إني عجزت أن أثني سبابته، مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه السبابة قبل 14 ساعة ماسكة لي المعسل. إيش اللي خلاها تقول لا إله إلا الله؟ الصدق والندم والإقبال على الله. يوم تتوب وتقبل تراك تقبل على كريم على عظيم، تقبل على الله. من أقبل على الله يقبل الله عليه.